طب نعرف ان عندنا مناسبة من الحباية مش لازم من تطلع. ميعاد المناسبة. بالظبط، ده حقيقي. انا دكتور مورا عوني. انا دكتورة سما بولس. بصي، هو اكتر بشرة بتبقى متعبة في الروتين هي البشرة الحساسة. في ميس كونسبت كده بيحصل انه البشره الدهنيه ما ينفعش احط لها مويسترايزر، يعني ما ينفعش ارطبها، اللي هو بس اغسل وشي وانا تمام. دي اكتر معلومة غلط. يعني اي بشرة سواء دهنية سواء جافة، المرطب ده شيء اساسي في اليوم. البشرة الدهنية لازم يبقى المويسترايزر يبقى اويل فري. ناس كتير بتشتكي ان انا بنزل، اول ما بنزل بلاقي وشي كله بقيه دهون وانا مش قادره، وفي الحر والدنيا دي. انا لما ببقى بشره دهنيه ومش بحط حاجه مويسترايزنج بعديها، انا بدمر حاجز البشره بتاعي. مشكلتنا ان احنا لازم تطلع لنا الحبايه بتاعت المناسبات دي. طب نعرف ان عندنا مناسبة من الحباية مش لازم من تطلع. ميعاد المناسبة. بالظبط، ده حقيقي. يعني دي بتبقى محتاجه يوم يومين وتروح، فان احنا نلاقي حاجه تعمل كده، ده كان جميل. الدوتس دراينج لوشن ده احنا بنحطه في خلال 48 ساعه بتبقى خلاص الحبايه ماتت. يعني عامة كده لو بشرة حساسة بتفضلي لها ايه روتين؟ انا غسول مرطب، طالع الصبح صن بلوك، وبالليل شكرا هو غسول مرطب وتمام. ده البيز يا جماعه، ده اقل حاجه ممكن نستخدمها بس لازم يعني. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشتة من الاخر.